كيف كان يوم عرفات في حياتك؟ أنا في اليوم ده بالذات أذكر حصل معايا موقف جميل جدا. كان معايا طبعا مجموعة من الإخوة ربنا يحفظهم، كنا بنحج مع بعض. فقلت لهم معلش في اليوم دوت رجاء سيبوني لوحدي. في اليوم ده أنا أذكر إني أنا هناك عشان كان مشاكل في عفوا دخول حمام، فكنت بكتفي فقط بتفاحية وموزاية فقط في الوجبة، ولا أزيد على ذلك أبدا. وحياتي كلها كنت مقضيها كده، وزجاجة مية في إيديا وخلاص انتهت المشكلة على كده. ففي اليوم ده كنت فعلا جعت جدا، كان بقالي كام يوم على الوضع ده كده، فجعت جدا جدا وما عنديش وقت. معايا فلوس في جيبي قد كده، لكن ما عنديش وقت اروح ادور على اكل ولا ادور على اي حاجه. فقعدت في المكان دوت، فوجدت اتوبيس، كان الاتوبيس ده كان بعثه مغربيه، وكان السواق بتاعها مصري. فالشمس كانت محرقه بالنسبه لي جدا، فرحت جالس كده جنب عجلات الاتوبيس، وجلست ادعو واستغفر واذكر ربنا واقرا قران وفي يوم عرفه. فوانا جالس واذا بي ادعو واقول يا رب، خد بالك بقى الموقف، يا رب يسر لي الاكل من غير ما اضيع وقتي في البحث عن الاكل. معايا فلوس بس عايز حد، ما اقدرش اقول لواحد روح اشتري الاكل، طب ما هو بيحج وانا بحج. فاذا بالرجل السواق قرب مني، وانا في الوقت ده من سنين يعني ما كناش لا في لا فضائيات ولا حد عارفنا ولا حاجه يعني. لقيته بيقرب لي بيقول لي يا شيخ ما تيجي تنورنا في الاتوبيس جوه. قلت له جزاكم الله خيرا. قال لي والله بس تعالى استريح جوه شويه وبعدين اطلع زي ما انت عايز. قلت له طيب. طلعت فوق كده يعني، فالراجل ربنا يبارك فيه قعدنا جوه، قعدت جوه في الاتوبيس لوحدي، واذا به ياتي الي بوجبه ساخنه ما شاء الله مما طاب ومما لذ، مما لذ وطاب. فقلت سبحان الله. فجلست اكل ولقيته جايب لي كيسين ميه زمزم، اكلت وشربت ميه زمزم وبعد كده فلقيت الموضوع سالك بقى، قلت يا رب كوبايه شاي بقى. والله يا دكتور صفوت فوقت لقيت الراجل والله دقائق لقيته جاي لي بقى بكوبايه شاي، قال لي بقى انت لازم تعدل بقى الطاسه بقى. ده قلت له جزاك الله خير.